ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤشر EGX 30 عايزين نعرف هو ممكن يوصل معانا لفين عشان نعرف بعد كده احنا هنعمل ايه، وهل لو الصعود ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ممكن يوصل معانا لفين. انا هنا هرسم لكم قناة سعرية من هنا، يعني خلي بالكم القناة السعرية دي غير القناة السعرية اللي هي الناس بترسمها، دي قناة سعرية موجية. تمام، دي بتترسم على الموجات بس. فانا هنا هرسمها ازاي؟ هرسمها اهو زي ما انتوا شايفين كده، من قاع رقم بداية الصعود، قاع رقم 1 اللي هو عند 8400 الى القمة بتاعت الموجة رقم 1. تمام، وهنا قاع رقم 2، فانا بوصل قاع رقم 1 الى قاع رقم 2 وارسم الخط العلوي عند القمة بتاعت رقم 1. واحد هيقول لي انت كده رسمها غلط، ده انت مش عارف القاعدة، مش عارف ماله، والقاعدة القناة دي كده بايظة. لا، دي قناة سعرية، مش قناة سعرية كلاسيكية، دي قناة سعرية موجية بتترسم على الموجات بس. يعني ماليش علاقة القاعة عندي عملت ايه ولا راحت من فين. تمام، فبصوا هنا هتتفاجئوا بشيء غريب. يعني شوفوا لأن دايما ايه رقم 3 تيجي تخترق القناة السعرية، وهو اللي عملته فعلا. دي رقم 3 جت طلعت خالص برا القناة السعرية. رقم 4 إما بتيجي تريح عند الحد العلوي، أو ممكن تخش تاني جوا القناة السعرية. حتى هنبص هنا الارتداد أصلا كان من فين. تخيل كده الارتداد كان من فين، وصل معانا لفين أهو عند القناة السعرية دي. شوفوا. تمام، ما علينا. فهو عمل لنا بداية موجة 4 من هنا. حتى هو هنا برضو يعني ايه بيتفاعل برضو مع القناة السعرية اللي هي هنا دي. طيب احنا عايزين نعرف هو EGX بعد كده هيروح لنا فين يعني، واحنا ايه مش عارفين دلوقتي هو هيروح فين. هنيجي نعمل ايه؟ هي القناة السعرية دي. تمام، هنوسعها اهي، هنفتحها كده لحد ما تخش معانا القمة اللي هي رقم 3. دي القمة رقم 3، هنظبطها كده كويس على القمة بتاعة رقم 3. تمام اهي. خلي بالكم EGX 30 لو هو يعني لو في صوت تاني ان شاء الله وبدأ يتفاعل معانا عند الخط المنتصف للقناة دي اهو. يعني بس معاك يكون ايه رسمنا صح القناة، يعني تحاول تظبطها كويس، يعني تحاول تخليها مظبوطة زي ما انا راسمها كده بالظبط، وتيجي توسع القمة بتاعتها الحد العلوي عند اللي هي رقم 3، اللي هي الموجة رقم 3 اللي هي هنا. تمام، فخلي بالكم EGX 30 لو هو ماشي معانا وعملنا صعود الأسابيع اللي جاية وبدأ يجينا عند خط المنتصف للقناة السعرية دي أو الخط ده وبدأ يتفاعل معاه، يعني تبص هنا تلاقي يظهر معاك بيع في الأماكن دي، تعرف إن احنا كده خلاص خلصنا 5 موجات في EGX 30، وإن دي آخر صعود في EGX 30. طالما هو هيجيلك يتفاعل مع القناة دي، الخط ده أهو اللي أنا رسمه هنا، ده خط منتصف للقناة الموجية. تمام، فلو هيبدأ يتفاعل من هنا فتعرف على طول ان دي اماكن بيع واماكن بيع قوية. خلي بالكم، ويا ريت اي حد بيشوف الفيديو ده يشوف يرسم القناة كده زي ما انا راسمها، ويشوف EGX بيتفاعل مع لو وصل عند هنا زي ما احنا يعني ايه حسب درجة ميل الصعود معانا. اول ما تلاقيه يوصل لنا عند خط المنتصف ده في اي بقى يوم في اي اسبوع، يا ريت بس يكتب لي ان انا اصلا ببقى راسمها القناة دي، بس ايه احيانا بتتمسح من عندي فمش باخد بالي منها. يعني اي حد يشوف كده على طول يعني يكتب لي في تعليق ضروري، يعني عشان بس ايه ينبهنا ان ممكن تبقى فيه خطورة بعد كده في EGX 30. كمان برضو EGX 70 نفس الحكاية، هنرسم نفس القناة دي على EGX 70. تمام، اهو انا هنا رسمها لكم ايه جاهزة اهي، بس خليها على الاسبوع عشان ايه نبقى واضحة معانا شوية اهو. هنا EGX 70 هتبقى مختلفة شوية، ليه؟ ان هو قمة 3 عندي بعيدة شوية، فممكن تبقى ايه يعني هنرسمها بس بشكل تاني انا راح اوريها لكم دلوقتي. يعني ايه ممكن دي ما تبقاش فعالة معانا ان القمة بتاعته بعيدة. يعني بصوا كده
اهو. فانا مش هينفع اللي هو افتح القناة واوصلها، لا كده غلط، كده مش هتنفع. يعني ايه، دي معمولة كده اهو، تمام زي ما احنا قلنا. دي رقم 3 جت اخترقت القناة السعرية هنا عشان اي جي اكس 70 صعوده قوي، فهنا منزليش يعني عند حتى هنا منزلش، اكتفى بهنا. تمام. فهي كده القناة مش هتنفع اللي هو اعمل زي هناك، اعمل لها كده مثلا، لا كده مش شكل، مش قناة سعرية دي. فليها طريقة تانية هتترسم معانا ازاي بقى القناة بتاعت اي جي اكس 70. هنعمل كده، ادي اهو، هنعكس الحكاية. هنوصل القاع بتاع رقم 2 اهو، ده رقم 2 القاع بتاعها، وايه، والقاع بتاع رقم 4 اللي هو كان هنا. يعني احنا بدلنا، بدل ما كان اي جي اكس 30 رسمناها في بداية الصعود الموجة رقم 1، هنا احنا ايه بدلناها. تمام. فاحنا هنا رسمناها عند القاع رقم 2 والقاع رقم 4. حد يقول لي إيه اللي انت رسمه ده كلام فاضي، ده ازاي دي قناة سعرية دي، كل يعني كل الشموع دي داخلة فيها وطالعة ونازلة والكلام ده. يقول لك لا دي قناة سعرية ايه بتاعت موجات. تمام. فانا كده رسمها ازاي اهو زي ما انتوا شايفين، اهو من هنا القاع رقم 2 وصله بالقاع رقم 4، واجي افتح القناة كده، راحت فين اهو زي ما انتوا شايفين. تمام. حاول بقى تظبطها يعني ايه، عشان انا بس بصور من الجوال من الموبايل، فاللي هو اهو بصوا. خلي بالكم يجي اكس 70 برضو اول ما يجينا عند الخط العلوي في القناة دي برضو اماكن بيع قوية اهو. في جي اكس 70 اول ما بس اهم حاجة ترسم القناة زي ما انا رسمها كده، يعني تحاول ايه ترسمها كويس تظبطها. اول ما يجيلك عند الخط العلوي في القناة دي برضو اماكن بيع قوية جدا في اي جي اكس 70. وياريت بقى اي حد يشوف كده، يشوف الفيديو ويشوف ال اي جي اكس 30 او 70 يبدأ يتفاعل مع القنوات دي. ياريت بس ايه ضروري يكتب لي تعليق عشان اخد بالي ان شاء الله. تمام. وشكرا. تاني على اي جي اكس 30، اي جي اكس 30 ممكن نرسمها بطريقة تانية زي اللي رسمناها عند الاي جي اكس 70. هنوصل القاع بتاع رقم 2 بالقاع اللي هو بتاع رقم 4. تمام. وبعد كده نفتح القناة السعرية لحد ما تجيب لنا القمة بتاعة 3 اهو. كده احنا رسمنا اي جي اكس 30 زي الطريقة بتاعة اي جي اكس 70. تمام. يعني دي تنفع ودي تنفع، وهي غالبا هتلاقيها اصلا يعني ايه نفس الاماكن، يعني هي منطقة مش يعني مش مكان، لا هي مناطق، فهتلاقيها نفس المكان يعني تقريبا. فهو نفس النظام كده. اي جي اكس 30 لو عمل لنا صعود ان شاء الله الفترة اللي جاية، اول ما تلاقيه بدأ يخبط في الحد المنتصف للقناة السعرية دي، فتعرف ان غالبا احنا كده خلاص بنخلص صعود في اي جي اكس 30. نفس الحكاية، بس ايه الاختلاف هنا، ايه الاختلاف ان الاي جي اكس 70 كان صعوده اقوى شوية، لدرجة ان هو عدلنا خط المنتصف وعدلنا اللي هو ايه ورايح عند السقف العلوي الحد العلوي للقناة السعرية. ان اي جي اكس 70 كان صعوده اقوى شوية. اي جي اكس 30 فيه ضعف. تمام. مش يعني اصلا مش قادر يصعد فوق القمة، عشان كده بنقول ان هو ممكن يجيب القمة بحاجة بسيطة، او ممكن ايه يجيلك عند القمة. فهو قدامه كذا حاجات صعبة. فهو لو جالنا عند الخط العلوي ده بدأ يجينا من هنا ويريح او عند القمة، ف يعني ممكن يكون ده اخر صعود في اي جي اكس 30. اي جي اكس 70 في نفس شوية وممكن يوصل معانا زي ما احنا شفنا الى الحد العلوي، لكن ال30 يعني اخره ممكن يكون خط المنتصف، فممكن ينفع كده وينفع كده. فاهمني؟ فاي حد يشوف التفاعل بتاع اي جي اكس 30 مع خط المنتصف زي كده والاي جي اكس 70 يكتب لنا ضروري في التعليقات، يعني عشان ايه، عشان ناخد بالنا. تمام. لان احيانا بكون راسمها زي كده بس بحتاج ارسم حاجات تانية فبحذفها، وممكن بنسى احطها مرة تانية. فان شاء الله الفترة اللي جاية نحاول نركز ونشوف اي جي اكس هيجي يخبط في القناة دي او خط المنتصف امتى. الحكاية دي مهمة جدا على فكرة. تمام. وشكرا.